مش هتلمسني إلا لو موتني، دمك سايح ولسه بتقاومي، هقتلك لو ما سمعتيش كلامي. لفها ببطانية وسط الصحراء. تفاصيل مفجعة عاشتها سيدة التجمع أو فتاة أوبر بعد الليلة المؤلمة اللي شافتها من سواق أوبر. تعالوا نشوف إيه اللي حصل. محاولة اغتصاب سواق أوبر لسيدة التجمع، ومش بس كده، ده كمان هددها بالقتل لو ما سابتهوش يعمل اللي هو عاوزه. أختها لقيتها ملفوفة في بطانية. تفاصيل مفجعة ترويها سالي أخت المجني عليها لما طلبت أوبر عشان تروح فرح، ورغم إنها اختارت أغلى عربية وأعلى سعر إلا إن السواق ما كانش عنده لا نخوة ولا ضمير. الموضوع ابتدى مع بداية الرحلة لما طلب منها السواق إنها تفصل الرحلة وتدفع له كاش بدل ما تدفع له فيزا زي ما كان متفق مع أختها في بداية الرحلة. وخليني أقول لكم إن أختها هي اللي طلبت أوبر من تليفونها مش من تليفون أختها. المهم اتصلت فتاة التجمع بأختها عشان تقول لها اللي حصل من السواق، إنه بيطلب منها إنها تفصل الرحلة، ولكن كانت بتكلم أختها بالإنجليزي عشان السواق ما يفهمش كلامهم. وأختها قالت لها لا طبعا أنا مش هفصل الرحلة. راح السواق لغى الرحلة من نفسه من عنده، واختها اتفاجئت بعد 36 دقيقة من بداية مشوار الرحلة انها اتلغت. طبعا اتخضت على اختها جدا، وطبعا بقى يجيلها كذا ريكوست لاوبر تاني، وهنا اتأكدت ان اختها اتخطفت. ونقلا عن لسان اختها انها افتكرت كل الجرائم اللي بتحصل في اوبر واللي كانت اخرهم حبيبة الشماع، وبقت تتصل على اختها. ومن هنا كانت الصدمة. رد عليها راجل وقال لها احنا لقينا اختك ملفوفة في بطانية في الصحراء. وهنا انهارت اختها واغمى عليها، وبعد ما فوقوها وحاولت تتكلم تاني معاهم قال لها احنا لقيناها في حالة مؤذية جدا وهدومها متقطعة وسايحة في دمها. ولكن التفاصيل اللي عاشتها اختها كامله هي ان السواق قال لها انا هركن عشان عطشان، وهي قالت له اوكي. قال لها الازازه بس في الشنطه. وطبعا السواق ركن في الصحراء عشان ياخد راحته. نزل السواق وراح للشنطه، ولما اتاخر السواق البنت ابتدت تلم حاجتها عشان تقدر تنزل من العربيه. وهي بتلم حاجتها لقت ان السواق مرجع الكرسي بالكامل لورا، وهو راح دخل لها العربيه من الناحيه التانيه ومعاه قطر، وحاولت تقاومه بكل الطرق. قال لها انا هقتلك لو ما سمعتيش كلامي. هو انت لسه بتقاومي وانت سايحه في دمك؟ وحاولت تفتح الباب التاني عشان تقدر تهرب منه وما قدرتش، ولكن فضلت تقاوم لحد ما الباب اتفتح. وفي نفس الوقت كان في عربيه لوري صوتها بيقرب منهم كل لحظه والتانيه. مع فتح الباب ارتبك السواق، واول ما السواق ارتبك زقته ونزلت من العربيه، رمى تليفوناتها وشنطتها وبقت واقفه في الصحراء بهدومها المتقطعه. وقف سواق اللوري ونزل غطاها ببطانيه، وطبعا هي بقت عمالة تجري وخايفة من كل الناس، حتى السواق اللي نازل يساعدها ويغطيها، وبقت مرعوبة من اللي حصل لها. وفضل واقف معاها عشان هي حتى مش قادرة تتحرك انها ترفع رجليها وتطلع العربية. واول ما عربية ملاكي وقفت تساعدها اتصلوا باختها، وبعد اقل من 24 ساعة تم القبض على المتهم عشان ياخد جزاؤه.